جاءني من جاء ليسألني ويقول لي: يا شيخ، كيف أقوي في نفسي ذكر الموت؟ كيف السبيل لأكون ذاكرا للموت في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل حين؟ فقلت له: يا بني، لو سألتني هذا السؤال قبل 1.5 سنة لقلت لك: اكثر من قراءة القرآن، واكثر من دروس العلم عن الموت. لكنني اليوم أقول لك: من رأى من 1.5 سنة هذا الموت وهذا القتل الجماعي وهذا الموت من 1.5 سنة في غزة ثم لم يرتعد فليقرأ على نفسه السلام. عظم الله أجرك. رأيت كل هذا الموت وما زلت تتخلف عن صلاة الجماعة. عظم الله أجرك. رأيت كل هذا الموت لإخوانك المسلمين ثم تحضر للجمعة متأخرا. عظم الله أجرك. ترى كل هذا الموت وما زلت لا تختم القرآن. عظم الله أجرك. أسر ماتت، ألوف قتلت، وما زلت تلهو وتلعب وتريد شيئا يذكرك بالموت. عظم الله أجورنا وسلام على قلوبنا، قلوب مرضت وقد تكون قد ماتت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.